إلى أين تأخذني يا أبي؟ إلى جهة الريح يا ولدي. وهما يخرجان من السهل حيث أقام جنود بونابرت تلا لرصد الظلال على سور عكا القديم. يقول أب لابنه: لا تخف، لا تخف من عزيز الرصاص، التصق بالتراب لتنجو. سننجو ونعلو على جبل في الشمال، ونرجع حين يعود الجنود إلى أهلهم في البعيد. ومن يسكن البيت من بعدنا يا أبي؟ سيبقى على حاله مثل ما كان يا ولدي. تحسس مفتاحه مثل ما يتحسس أعضاءه، واطمأن وقال له وهما يعبران السياج من الشوك: يا ابني تذكر، وهنا صلب الإنجليز أباك على شوك صبارة. سوف تكبر يا ابني وتروي لمن يرثون بنادقهم سيرة الدم فوق الحديد. لماذا تركت الحصان وحيدا؟ لكي يونس البيت يا ولدي، فالبيوت تموت إذا غاب سكانها. تفتح الأبدية أبوابها من بعيد بسيارة الليل. تعوي ذئاب البرار على قمر خائف، ويقول أب لابنه: كن قويا كجدك واصعد معي تلة السنديانة الأخيرة. يا ابني تذكر، هنا وقع الانكشاري عن بغلة الحرب، فاصمد معي كي نعود. متى يا أبي؟ غدا، بعد يومين يا ابني. كان غد طائش يمضغ الريح خلفهما في ليالي الشتاء الطويلة، وكان جنود يهوشع بن نون يبنون قلعتهم من حجارة بيتهما وهما يلهثان على درب قانا. وهنا مر سيدنا ذات يوم، وهنا جعل الماء خمرا وقال كلاما كثيرا كالحب. يا ابني تذكر غدا، وتذكر قلاعا صليبية قذمتها حشائش نيسان بعد رحيل الجنود.